بره بقى هم صاحيين من نجمه ينزلوا البحر كلهم بقى ماسكين موبايلات فاكرني شاكيرا بيصوروني. الموضوع كان موتر جدا. ملك بدوي منوراني قوي في شقه 11. انت نورة. ثانك يو هو اول سؤال عامه بحب اساله هو انت مين؟ فانت مين يا ملك؟ انا مين؟ لا ايه ده، لا، ممكن نخلي السؤال ده في الاخر، مش عارفه اجاوب عليه لان انا مين بحس ان انا بني ادم صريح واضح قوي. احب اقول ان انا ارتست، بحب يعني I'm an actor performer. حاجات كتير قوي صراحه. اوكي. مش عارف، حاجات مش حاسه كتير. اني حاجه واحده، حاسه ان انا حاجات كتير وكل فتره بكون حاجه مختلفه. فكل فتره بحس كل كام سنه مش شخصيتي تختلف، بس بحس ان انا بني ادم ممكن نقول بيبقى فيه ايفولوشن معين او ديفلوبمنت معين. هنبدا بقى فرنساوي من اولها ولا شفت ظبطت ورحت قايل سوري ايفولوشن. لا يعني دايما بيبقى فيه ديفلوبمنت ودايما بالشخصيه. يعني زمان كنت شخص هادي قوي بيتكسف ما بيتكلمش خالص، وبعد كده كنت متشرده جدا وبالدراع قوي كده، وبعد كده هديت خالص يعني. فكل فتره بيبقى حاجه. في فتره كنت برسم فكنت اللي هو شايفه ان انا هبقى رسامه، وبعدين ايه ده كنت انتو رقص قوي وتشاتشا وفالس وهيب هوب مش عارفه ايه، فقلت لا ده انا هبقى دانسر بقى، انه هعمل مدرسه رقص كده. كنت عايزه اكون فاشن ديزاينر، فانا مش حاجه واحده. انا دلوقتي انا ممثله اصلا. فاهم قصدي؟ يعني مش عارفه اقول لك ايه، بحس كل حاجه في فتره يعني. اوكي. فانت بتتطوري كل شويه وبتتلوني او I think بتتغيري. yeah. وبيبقى ايه سبب التغيير؟ النقله من كل حته ايه اللي بيخليكي مثلا سبت الرقص فانا هشوف حاجه تانية، سبت الفاشن فهشوف حاجه تانية؟ فاهمه قصدي؟ او ايه اللي بيخليكي تسيبي الفكره مش بسيبها يعني. لغايه دلوقتي I'm into fashion، بحب اللبس قوي، بحب دايما ليا ستايل معين. بس ما انا كنت فاكره ان انا عايزه اكون فاشن ديزاينر عشان بحب اللبس، بس لا انا بحب ستايلنج اللبس على بعضه. بس ما اعرفش البس مثلا، ما اعرفش اعمل حاجات فروم سكراتش. انت ما تعرفيش تسكتشي اعرف اسكتش بس قصدي اللي هو مينلي عشان بعرف ارسم. اوكي. بس مش عشان انا يعني I think انا بس بحب البس نفسي، بس ما اعرفش البس ناس تاني. اوكي. فاهم عايزه اقول ايه؟ فحتى ما اقدرش اكون ستايلست، لا انا اعرف البس نفسي بس ما اعرفش البس ناس تاني، اما هلبسهم بذوقي. فانا زمان عشان كنت صغيره في المدرسه فاكره انا بحب اللبس يبقى انا هبقى فاشن ديزاينر. اوكي. او مثلا زمان بحب الرسم يبقى انا عايزه ابقى رسامه. اوكي. ليه مش هوبيز عادي؟ ممكن تبقى هوبي. وبحب لقيت باي تايم ان انا بحب قوي الاكسبريشن باي شكل من الفن. يعني بحب اكسبريس ايموشنز، بحب قوي اعبر عن نفسي بميديم معين، سواء بقى موفينج ايمج. من اول الجامعه كانت اخراج اصلا. اوكي. فكنت المفروض احنا رايحين عشان نخرج. ايه اللي بقى اللي حصل؟ مثلت دور مع ناس اصحابي فقالوا لي ايه ده، طب ما تجربي، اصل انت كسبت جايزه كده كانت وقتها في مسابقه اسمها 48 اور فيلم بروجكت. اوكي. فده اللي خلاني افكر في الموضوع. فورشه بعد التانية بعد ان انت التالتة تمثلي اصلا. بس انا عمري في حياتي ما كنت اتخيل ان انا اقف قدام كاميرا، لاني كنت بتكسف اصلا اتكلم قدام الناس. يعني عارف وقت المدرسه برزنتيشن وكده، انسى ركبك بتخبط بقى وبتاع. لا مش هعرف اقول كلمتين على بعض، بتكسف. ما احبش الناس ابقى بتكلم وناس بصالي، بس عشان حاجه ما بحبهاش. لما لقيت انه حاجه انا بحبها، لا I'm very comfortable فيها، لا it's different. اوكي. فكل حاجه كان كل طريق بحس ربنا بيليد يو او بيحطك في طريق وبتكتشف انه ايه ده اللي انا عايزه. عمري ما كنت مثلا لو انا ما كنتش بعرف ارسم فدخلت ميديا ديزاين، سوري يعني الرسم خليني ادخل ابلايد ارتس فيها كذا قسم بالظبط. فمنهم كان موفينج ايمج اللي هو اخراج. كنتش هعرف ان انا عايزه اخراج وبعديها يوديني تمثيل لو انا ما كنتش بعرف ارسم. فبحس انه كل حاجه بتودي exactly. اوكي. حلو. طيب لو رجعنا لملك ملوكة في طفولتها بقى. انت البنت الوحيدة وكنت مدارس فرنساوي كده طول الوقت وطول النهار. ايوه قول بقى كل معلومات ايفولوسيون مش عارف وايه وحاجات كده. طفولتك بقى كانت عامله زي انت قلتي، كانت في طفوله مشرده شويه وفي نفس الوقت انطوائيه جدا او يعني هاديه قوي او بتتكسفي. فاحكي لنا بقى عن الرحله دي كلها. كنت مدرسه بنات. اوكي. فوقتها كنت بتكسف قوي وفي حالي. دايما هو مامتي يا بنتي روحي العبي مع العيال، لا انا عايزه العب معاكي انت كده. كنت اللي هو متمسكه قوي بمامتي لغايه دلوقتي. انا ومامي عندنا بوند معين كده اظن انت عارف. بس كنت لازقه قوي. لما رحت المدرسه بقى بنات وولاد ابتديت شويه انفتح على ايه ده في ولاد رخمه.
فانا لا انا مضايقني، فانا عايزه فاهم عايزة مش أخد اضربهم بس بالظبط فاهم. فابتديت ابقى متشرده. اوكي فده خلى في شخصيتي شويه في حته اجريسيف مثلا. اوكي وبعد كده قلنا لا ده تيش عيال فاهم تين ايجر بقى وكده عقلنا شويه. بس المدرسه التانية هي اللي خلتني شويه ابتدي ابقى يعني مش بتكسف قوي، ابتدي ابقى اعمل اصحاب، ابتدي افهم it's different. على فكره مدرسه البنات بتبقى انت في بابل معين، اوكي بتفكيرك كله البنات بتفكر ازاي. بس لما دخلت لما دخلت المدرسه التانية انا فاكره كويس قوي لحظه معينه في سن كده كانت ولادته بترخم على البنات و بيقلوا ادبهم. اوكي فانا فهمت مره ان ايه ده الولد ده مش بيهزر بطريقه لذيذه، بيقول حاجه وحشه. وقتها بقى الولد ده جه رمى حاجه تحت الكرسي بتاعي، رحت خبطاه بالكرسي في وشه. هنا بقى ايه والله بتكلم بجد، فهمت ان الولاد في السن ده بيبقوا في رخامه معينه كده، ايه يا واد الرخامه دي في ايه. فعايزه كنت ابقى اجريسيف عشان تاخدي حقك بالظبط، محدش يجي عليكي بالظبط. فهنا بقى دي جت من هنا انه بقيت اللي هو انا اللي هدافع عن نفسي، وانا اونلي تشايلد برضه، فعندي الحته دي بتاعت انا اللي اخلي بالي على نفسي، انا اللي اخد like I'll take care of myself. اوكي فبقى عندي دي شويه. طب انت قلتي حاجه حلوه قوي ان انت الاونلي تشايلد، الطفله الوحيده. انت كنت مستنيني اقولها بالظبط. عملت فيك ايه؟ بحس دايما الطفل الوحيد ده بيبقى عنده اوبشنين، يا اما بيبقاش الطفل المنطوي المنغلق اللي هو لازق في اهله قوي، يا اما الطفل اللي هو منفتح بقى على الحياه جدا وعنده اصحاب وخارج طول الوقت وعايز يبقى بره البيت. وانا كنت الشخص ده في وقت بقى المدرسه التانية اللي هو بقى بخرج دايما كل الخروجات اللي هو فين الخروج انا هناك. اوكي. كنت دايما كده اللي هو انت عايزه بقى تعملي اصحاب وخروج اصحاب موت خروج موت. وحتى كمان مامتي تقول لي يا بنتي مش كل حاجه الاصحاب مش عارفه ايه كده. وكان في السن ده اظن كلنا عدينا على الفيس دي واحنا تين ايجز بنبقى اللي هو خروج قوي اصحاب قوي. and then دلوقتي بقيت في السن اللي هو لا اي فاليو قوي الفاميلي مثلا. يعني لازم في يومين انا ومامي نخرج مع بعض، لازم اشوف مثلا خالتي يوم في الاسبوع، بابايا نفس الكلام برضو. لازم يبقى في يوم نسبند تايم غير ان انت بتشوفه انه day to day. لا انا بتكلم انه بقيت افاليو قوي الوقت اللي بقضيه مع اهلي. بحب اصحابي اكيد، بس قصدي بقيت حاسه الوقت اللي فاضل مع مع اهلنا ربنا يخليهم لنا طبعا مش زي اللي فات. فبقيت احط وقت قوي او احط effort قوي في ده. اوكي. طب العيله بالنسبه لك ايه، او الفاميلي بالنسبه لك ايه؟ فاميلي قصدك as in kids ولا قصدك family as in hobby ولا يعني define family بعد اذنك؟ انت بتشوفي العيله ايه؟ طيب انت الديفينيشن بتاعك ايه؟ اللي هو ظهري عامه يعني for now عشان انا مش متجوزه obviously مش عندي عيال. فالعيله هي مامتي بابايا عيلتي اللي هو يعني actually في ناس مش اخواتي، بس انا بالنسبه لي هم family حتى لو مش من دم. اوكي. عندي 4 في حياتي، لا هم بجد اخواتي. اوكي. بس فانتي قلتي حاجه حلوه قوي ان هم سندي او ظهري. فايه بقى احكي لنا عن الظهر ده؟ ايه اسالني انا بقول لك الظهر ده معناه ايه بالنسبه لك؟ يعني بيبقى بيظهر ازاي او بيبقى ايه؟ هقول لك انا ايه هو. اوكي فهمت السؤال. حاضر. بس كل واحد فينا ممكن بالنسبه له سند وظهر دي بتظهر مثلا في موقف معين بطريقه معينه او حاجه تانية. فبالنسبه للوكا انا مواقف لا يعني انا اقول لك يعني بختار اصحابي بشكل معين قوي. بالنسبه لي لو في ناس تقول لك صاحبك خده على عيبه، هو مش جدع قوي بس هو لذيذ قعدته حلوه، لا على فكره ممكن اخرج مع ناس عادي مش اصحابي قوي واتبسط معاهم. بس انا من اصحابي اللي هم فاميلي او بكونسيدر الناس دي عيلتي، لا بتوقع انه انا متطلباتي مش كتير قوي بس محتاجك تبقى في الحزن معايا في الفرح معايا. اوكي. لو انت مش جدع انت مش موجود في دايرتي القريبه. ما عنديش اصلا مش قادره. فاهم قصدي؟ هتبقى من المعارف او من الاصحاب اللي هو اصحاب الخروج اكزاكتلي. بس اصله طيب كلنا طيبين على فكره، ما فيش حد شرير كومبليتلي. كلنا طيبين بس انا اي ريكواير حاجات معينه من الناس اللي بعتبرهم السيركل الصغيره تبقى جنبي لما احتاجك عشان عمري ما هتاخر عليك. فبقى اكسبكت منك ذا سيم. طبعا كل واحد بيبقى جدع في حاجه معينه، مش معنى ان مثلا صلاح جدع في الحته دي يبقى مالك لازم تبقى جدع في الحته دي بالظبط. بس at least we share the same values في جدعنه. اوكي. فاهم قصدي؟ مش هقول لك انا محتاجك تقول لي سوري اصل انا عندي ايفنت، لا انت والايفنت بتاعك عادي ميرسي يا حبيبي شكرا. بس كل واحد فينا عنده اولويات اكيد. بس في حاجات هقول لك حتى فرنسي بقى فورس ماجور اللي هو في حاجه اللي هو ميجر يعني حاجه مهمه اللي هو
اقول لك انا عندي واحد صاحبي مثلا كان المفروض متربي معايا خلاص، أوكي. وحياة ربنا جدي توفى وهو ما كلمنيش، لدرجه انا اللي كلمته قلت له هو انت فين؟ قال لي اصل انا كان عندي assignments فكنت هكلمك بعديها، اللي هو 1 week later. اوكي مش فلا اللي هو معلش، انت مش مش عارف ترفع التليفون تقول الو، اه فاهم قصدي؟ مش الدرجه دي بقى. فتمام لغايه دلوقتي عادي، حبيبي حبيبي، بس انت عمرك ما هتبقى بالنسبه لي في نفس الحته، الكريدت بتاعك خلص معايا. اوكي. بحس في الحزن قوي هي اللي بتبين الموقف دي، لان انت بتبقي اوريدي شخص في الوقت ده، في اللحظه دي انت ضعيفه قوي، فبتبقي متوقعه من الناس القريبين اللي انت حطاهم في مكانه معينه ان هم يظهروا ويشو اب ويبقوا موجودين. وهي مش متوقعه كتير، ده هي مكالمه يا سيدي، مش عارف تيجي للدرجه دي. كلمني بس قولي المقال. ده اوحش، انا هقابلك وهاجي كده، وبعدين سمعت من الناس ده راح الساحل. ايه والله سوري، انا كنت فاكره نشوفه بكره انا كنت فاكره انه هيعزيني فانا بقى صبرانه بس في حته كده خلاص رصيدك خلص معايا. وفي ناس مثلا بيعملوا مثلا، قبل كده حد من اصحابي خزوقني، وانا خزوقني يعني عمل فيا حركه وحشه، وبعد كده لا قدرت اتسامح عادي واموف اون من ده، وبقينا اصحاب دلوقتي جدا، عشان كان في حاجات بقى اوريدي الشخص ده عملها تخليني انساله اللي حصل. اوكي. فلا يعني عادي البني ادم بيسامح عادي، بس في حاجات بقى بتبقى انت ايه، لو عمال حاجات تتراكم خلاص تسامحك في ايه ولا ايه طب وعلى ايه بقى ما تفضها سيره وعلى ايه بقى. حلو. طيب بعد المدرسه بقى دخلنا جامعه، انت بتقولي اخراج. يس. كان ده اختيارك انت من الاول ان انت داخله ابلايد ارتس وعايزه انا دخلت ابلايد ارتس عشان انا مش عارفه ادخل حاجه تانية. اوكي انا ما بعرفش غير ارسم وفن وكده، فهعمل ايه؟ اوكي ابلايد ارتس. اوكي نشوف بقى هنحب ايه. فلقيتني قوي في موضوع الاخراج وموفينج ايمج، وازاي ستوري تيلينج ثرو يعني فيديو. ده كان بالنسبه لي لذيذ قوي. اوكي. وانا فاكر ان انت عملتي كذا فيلم. ايوه الفيلم اللي راح مهرجان اسكندريه. ايوه. لا ده انت بقى فاكر ملوك احنا برضو انت بقى صاحبي قوي احكي لنا بقى عن الفيلم ده. انا عارف ان انت كنتي مبسوطه قوي بيه، ان انت فيلم وصورتيه ومثلتي فيه واخرجتيه يعني because it's personal. هي الفكره كانت personal قوي، وقلت خلاص همثل فيها عشان وقتها كنت مستعجله، وكان بروجكت اللي هو تسليمه وكده، فاللي هو خلاص انا عارفه انا عايزه اقول ايه، فانا بس هعمله. وما كانش فيه يعني تمثيل فظيع، هو برضو الفيلم اكسبيرمنتال قوي. بس كان هو على بنت في اوضتها بتفكر ازاي behind closed doors. في العادي بنشوف قوي الراجل بيتكلم ازاي بيفكر ازاي على البنات مثلا في دماغه، بس عمرنا ما شفنا قوي افلام من وجهة نظري في مصر بتقولك الست بتفكر ازاي على الراجل من غير فلترز. فانا فاكره ان كان في جمله ضايقت ناس قوي، عشان كنت بقول مش انا اللي بقول يعني الشخصيه طبعا اللي انا كاتباها ومثلها وبخرجها كنت بقول ساعات بحس الرجاله عامله زي الجزم، او مش جزم يعني، بس زي تنقيه الجزم كل يوم بكون محتاره وانا بختار بينهم. ساعات بكون نفسي اشوف مثلا جزمه ماركه كده، بس بكون whatever يعني جمله كانت ايه. فهي طبعا جمله بس جاتسي جريئه مني، هي واحده بتفكر من غير فلترز. ففي ناس اتضايقت اللي هو ايه ده تشبه الرجاله بالجزم. لا مش بشبه الرجاله بالجزم، بقول فكره البني ادم ان هو لما يجي يختار البارتنر بتاعه، خصوصا في الجنريشن اللي احنا فيها دي it's really hard انك تختار البني ادم اللي انت تكمل معاه. نسب الطلاق بقت اكتر ما بنسمع صباح الخير او it's معرفش، بقى صعب قوي ان انت تلاقي حد تكمل معاه. الفكره نفسها مرعبه، دي حقيقه. تكمل حياتك مع بني ادم واحد مونوجامي عامه. ودلوقتي عندك انستجرام بيبين لك كل الناس حلوه قوي، ده كل الاوبشنز متاحه. واكشلي مفيش اوبشنز متاحه لان ما حدش مؤهل، ما حدش قادر يستحمل اصلا حد يقول له ازيك عامل ايه النهارده، ما بالك بقى حد عايش معاك. ليه مالك كده؟ بتكلم مش ده رايي، انا بقول لك انا بشوف دلوقتي الناس ده واقع احنا برضو بنشوفه، ما بقتش قادره. فانا دلوقتي لما عايزه حد اكون معاه هو مش قادر يستحمل اصلا، او بقى كل الناس كده خيخه. انا اسفه، الرجاله بقت خرعه، انا سوري انا اسفه يعني. معظم الناس خلاص ما حدش بقى قادر يستحمل. لا شوف اللي بعده. طب انت كده مش هتكمل في حاجه. والبنات برضو نفس الحكايه. ايوه طبعا هكدب. يا كله بقى بايظ، كله ما بقاش عنده قدره التحمل ان هو يستحمل حد تاني. يعني قصدي ما بقاش يعني، بحس اجيال اهالينا والاجيال اللي قبل كده كان عندهم القدره ان هم يفوتوا ويعدوا ويقولوا والعشره تتبني، فاهمه الموضوع ده. دلوقتي احنا لا خلاص، احنا عارفه وبنسويتش رولز. يعني الرجاله بقت منسونه والستات بقت مسترجله.
اكدب؟ انا بص انت قلت لي بقى تصريح مالك بقى. لا يعني دلوقتي البنات اصلا انا فيمينست قوي، اصلا انا مش عارفه، ايوه اوكي برافو، بس بقى الست لما بتبقى دايما عايز تبقى ان كنترول وعايز تثبت قوي، انت مش محتاجه تثبتي حاجه، انت جامده كده كده، فالراجل بقى بيشرينك جنبها، فمش حاسس برجولته جنبها، هيحس انه انسكيور، فبالتالي عمره ما هيابروش البنت دي when she's not in her feminine let's say يعني ساعات. بس انا بشوفها ان دي رجاله ضعيفه، فاهمه؟ ان انت لو راجل مش حاسه راجل مش حاسس قصدي برجولته عشان الست اقوى منه، فانت دي ضعف، بتخبط في انسكيورتي عندك اصلا. لا مش بتكلم في كده بقى طبعا، ايه ده فاهمة؟ انا دايما بقول ان انا بستراجل في فكره ان انا بحس انه ما حدش هيابروتش مي من كتر ما الناس في مصر عندنا الثقافه بتاعت الراجل خلاص الستات بقت هي اللي بتابروتش مبدئيا، دي حاجه غريبه جدا، ظاهره غريبه جدا، والراجل بقى بيكسف ان هو يجي ابروتش، اصل هي لا هتلاقيها تنكا، اصل انت هتلاقيها مش عارفه ايه، فما حدش بيابروتش يو، فما بقاش فيه اصلا انك تكونكت مع حد. انت بتضحك ليه؟ cause I'm right والله يعني والله. والرجاله دلوقتي بقت الست عامله انا بعمل فالراجل دلوقتي طب هو يعمل ايه؟ ما سيبنالهوش يعني، فاهم قصدي؟ مش هنسيب له حاجه. فلو الراجل دلوقتي بيعمل الرول بتاعه والست بتعمل الرول بتاعه، اصل احنا مش ايه الرولز؟ طيب ايه الرولز؟ احنا مش بنكمبيت، احنا بنكمل بعض. ايوه طبعا، بس ايه الرولز؟ يعني انت شو قلتي، اتكلمتي على الرولز وكل الكلام ده، ايه انت بتشوفي الرول بتاع الست ايه والرول بتاع الراجل؟ بروفايد سكيورتي. اوكي وان هو الراجل اظن من وجهة نظري ده رأيي ان الراجل بيبروفايد للبيت. اوكي يعني انا ممكن اعمل فلوسي بس هو الراجل طبيعي هو البروفايدر من وجهة نظري، ما اعرفش انت شايف حاجه تانية قول لي يعني لو شايف. سامعك معاكي. اوكي والست برضو يعني الست عامه انها بتريح الراجل، ان هي مثلا اقول لك حاجه، لو انا I cooked a meal للراجل اللي هو جوزي وحبيبي، دي حاجه ما تقللش مني، بالعكس انا عايزه اريحه، انا عايزه ابسطه. اوكي مش غلط برضو ان هو في مره يقول لي تعالي نطبخ مع بعض، فاهم قصدي؟ في مشاركه بس مش لازم بالزبط. ما هي الحياه بتبقى مشاركه، وبس مش معنى ان انا بشتغل ان انا كده بعلي عليك، لا انا بشتغل. واقول لك حاجه، انا كست لو شايفه ان انا الدنيا بقت غاليه قوي، لو انا اقدر اساعد why not. I need to make sure ان الراجل اللي انا هكون معاه يقدر يعيشني الحياه اللي انا عملتها لنفسي، ان انا independent وبصرف على نفسي. ف I need someone who's يعني تعالى نقول عنده الستابيليتي ماديا انه يعيشني الحياه اللي انا عملتها لنفسي، مش الحياه اللي اهلي عملوها لي، اللي انا عملتها. زي ما انا اشتغلت واجتهدت، عايزه راجل يقدر عنده ده، عنده احلام، عنده ده. بس انا واعيه ان احنا برضو في وقت دنيا غاليه قوي، فمفيش مشكله لو انا زودت على الفلوس دي فنقدر نودي عيالنا مدرسه احسن، ما يعيبنيش. اوكي فاهم قصدي؟ مش كده بقولك احنا بنشارك بعض، انا ممكن اكيد هساعد، بس لازم الراجل يحسسني بسكيورتي معينه. مش هينفع اكون انا اللي بعملها. مش كده بقولك ما ينفعش نسويتش رولز، وانا كست انا مش جايين نضرب في بعض. العكس، الراجل لما الراجل بيكون دوميننت وهو يعني هقولك يحسسني ان انا ممكن اقعد ما افكرش شويه، ان هو انا عامه كملك دايما ببقى عندي حته انا لازم اعمل لنفسي، لازم كذا، لا نفسي يجي راجل يحسسني لا ممكن ترتاحي وتبقي مش خايفه وانتي معايا، دي حاجه مهمه. يمكن قصدك بالنسبه لك الراجل يشيل مسؤوليه، هو يمكن الناس بتخاف من المسؤوليه. اي بس بشوفها رجاله وستات عامه، احنا في الجيل بتاعنا بحسه كله خايف يشيل مسؤوليه بالكتير قوي، هو شايل مسؤوليه نفسه، مش كل الناس قادره تشيل مسؤوليه نفسها حتى. اي ما حدش يقدر يشيل بيت ولا ماديا ولا معنويا ولا اي حاجه. اي عشان كده بقول، عشان كده مش بقول لك لا، مش بقول لك الرجاله، بقول لك لا عامه احنا بقى الستات والرجاله في كده الرولز مش متظبطه anymore. اوكي ده اللي انا مستغرباه يعني. اوكي ايه قول لي. لا تمام، لا معاكي يعني سامعك، نختلف او نتفق في بعض النقط ماشي ولكن سامعك. طيب بعد بقى وانتي في اثناء الجامعه متهيألي جالك اول دور، كان بقى وقت الجامعه بعد الجامعه على طول؟ بعد الجامعه في 2017 الطوفان كان اول دور ليكي. ايوه احكي لنا بقى عن اول دور. مفاجاه موت يعني. اللي هو ايه ده، انا مش جاهزه، ايه ده، ايه اللي حصل؟ انا كنت واخده ورشتين بس. وفجاه استاذ خيري بشاره اخدني في الدور وانا مش جاهزه، اللي هو ان انا مش فاهمه لسه تمثيل، انا لسه بكتشف ايه ده. فكنت خايفه قوي وابتديت اجري بقى في الورش بعديها عشان الحق ان انا جري بعديها لعنه كارما برضه مع استاذ خيري. اوكي فانت عايزه تلحقي تتحسني محتاجه اتحسن عشان ما من الاخر انت مش هقولك بيجيلك وان شوت، بس في ناس بيجيلها فرصه لو انا ضيعتها خلاص باي باي. كميه الناس اللي بتطلع وبعد كده مش بتكمل وكده كده التمثيل عامه محدش بيقولك في الاول
ايه الرولز بتاعته. فانا كنت بكتشف، ولا انا فاهمه ايه العالم ده، ولا انا عندي حد في عيلتي في الشغلانه دي. فكنت كده لسه بشوف طب ايه. طبعا كميه هارد نبص مع استاذ خيري الدنيا كانت فله، ايه ده فيري تيل. اوكي. كل الدنيا كانت شيك، الناس محترمه، كل حاجه جميله. بعد كده كنت اكتشفت العالم بقى. اكتشفت له ايه ده لسه زي ما كنا بنقول اللي هو يجي لي مسلسل امثله، فجاه بقول لهم ايه ما حدش بيكلمني يعني عشان اجي، لا سوري جبنا حد تاني. طب ما قلتوليش ليه؟ يعني فهمت، قولوا لي طيب. فانا متعوده على انه لازم في احترام معين. ساعات ما عادي مش موجود، او ساعات بتتقهر وقلبك بيوجعك من كتر ما التشانسز بتروح منك. فانت بتحس طب انا ايه انا ماليش لازمه، انا واتس ايه البيربز بتاعتي لو انا مش بمثل. انت بتفكر ان دي بقى this is your only thing. انت كشغلك بيبقى جزء من حياتك. ساعات كتير تلاقي نفسك قاعد على الكنبه مفيش شغل. وقت الكورونا انا ما كانش فيه خالص. فانا قاعده مش عارفه، مش حاسه اني ليا لازمه. بحاول لازم بقى وقتها كنت افوق نفسي انه لا انت حاجات كتيره. عشان كده لما سالتني انت مين، لا انا بحاسه ان انا حاجات كتيره، مش بس الشغلانه بتاعتي ان انا كممثله. ابتديت اشوف انا بحب ايه. انا بحب اسافر، بحب اكسبلور، بحب اروح اعمل ادفنتشرز، بحب برضو اجرب حاجه جديده. المزيكا مثلا حاجه بتخليني I feel alive وانا بعملها because it's new، لسه بتعلمها، في شغف لسه. اوكي. بس فالتمثيل لا فاجئني. بس كان احلى الحاجات بالنسبه لي كانت الطوفان زي ما انت قلت، كان اول حاجه، وكانت اكسبيرينس جميله وطيبه قوي طيبه قوي قوي طيبه قوي طب بتتعاملي ازاي في الوقت اللي هو لما بيجي لك انت قلتي الهارت بريك او قهرة قلبك على على دور راح او على فرصه كانت قريبه قوي وراحت؟ بتتعاملي معاها ازاي؟ كنتي بتتعاملي معاها ازاي؟ لا كنت بصرخ عياط بقى وصريخ هو خلاص الدنيا بتنهار. دلوقتي بقيت عادي. يعني ممكن اقول لك دلوقتي مثلا عندي مسلسل ابتديته ووقف ما خدش منه ولا مليم. عندي فيلم داخلاه المفروض لسه ما دخلناهوش. عندي فيلم مخلصه المفروض ينزل بقاله سنه ما بينزلش. عندي كله بقى حاجات. عندي اغنيه الدنيا واقفه. ففي بيندنج كتير قوي. في العادي لو ده كان بيحصل بجد كنت احس بقى لا اولي الدنيا مش ماشيه، ويمكن ربنا مش عايزني امثل، يمكن كده بقى، يمكن ده مش مكتوب لي. دلوقتي بقيت تمام اوكي هشتغل وهعمل اللي عليا لغايه لما تفك بالراحه. لان انا لو بنهار وكده مفيش حاجه تمشي. مفيش حاجه بتمشي عامه بالبكا بالبكا والله اصل هي بتبقى بكا. هو ما بيبقاش عياط عادي. هو بيبقى انت من جواكي. وبحس الناس ما بتبقاش فاهمه. يعني انت لما بتحكي مثلا لاصحابك او لاهلك او كده يمكن ما بيبقوش مقدرين قوي قهرة قلبك انت على الدور ده او على الفرصه دي. فاهمه قصدي؟ ايوه انت بتحس maybe I'm not good enough او بتبقى almost جالك الدور خلاص انت عارف انك قريب قوي بس جابوا حد تاني. كل مره هتحس اكيد لا يبقى انا مش كويس كفايه. لا هو انت بس لسه بتجهز للفرصه لما تيجي وبوم هي just one يعني I think just one shot وخلاص. بس لعلمك هي just one shot. بس ان انت بقى تستمري او ان انت تفضلي محافظه على مكانتك وتعلي دي اصعب متهيألي. عشان كده ناس كتيره بتبطل وفاهمه قوي كتير قوي يفكر طب ليه ما اروحش ايطاليا واعيش في احدى حواري روما والله واكل مكرونه كل يوم واتسنكف في شوارع واكل ايس كريم. ليه؟ ابقى مبسوطه جدا، حياتي تبقى تحفه. بحب قوي الحاجات البسيطه دي. اقول لك حاجه اغسل صحون هتبسط موت. بكلم بجد. تشوفي ولد طلياني يا سيدي مش لازم عشان يبقى هندخل بقى في ديانات ومشاكل مش مهم. يسلم ماشي لو كده أوكي. لو كده هفكر اوكي ماشي. بس لا بقول لك ساعات بفكر اللي هو انا فاهمه قوي ليه ممكن الناس تبطل عشان الشغلانه انتنس قوي. اوكي انتنس قوي في على نفسيتك واعصابك وان انت دايما تكون يلا وها وتكلم ناس وشغل وكذا 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 ولازم تبقى well connected جدا. طبعا talent is important طبعا بس انت هتتنسي لو انت مش in contact مع الناس طبعا برضه. اوكي هي شغلانه محتاجه ان انت تبقى ذكي اجتماعيا وفي نفس الوقت بتشتغل على الكرافت بتاعتك وعندك قبول ده من عند ربنا ما هنعمل له ايه يعني. ودايما بتشتغل على شكلك فاللي هو تخلي بالك على جسمك تخلي بالك على صحتك لان انت من غير صحتك انت مش هتعرف تمثل.
دي حقيقة. والتمثيل بشوفه شغلانة بتتعبك قوي جسمانيا. يعني محتاجة ان انتي ستامينا عامة، قدرة التحمل وان انتي تكملي. عنيد، تبقى عنيد قوي، اللي هو انا هوصل اني هوصل وده اللي عندي. فاكرة في حاجة دايما كنت بتقوليها واحنا في الورش ومش عارف ايه بقى. اقول لكم يا جماعة ايه بقى قولي. يا صلاح احنا كلنا عايزين نمثل بس مش كلنا هنوصل. والله احنا كلنا عايزين نمثل بس خلينا واقعيين، مش كلنا هنوصل عادي، ده طبيعي. في ناس هتبطل، في ناس مش هتوصل، في ناس هتبطل، في ناس هتفضل تحاول طول الوقت. انت مش شايف ناس بقى لها 10 و15 سنه بتحاول بس لسه ما وصلتش. دي حقيقه على قد ما هي حقيقيه جدا على قد ما هي بتوجع قوي. ايوه life is not fair. البقاء للاقوى. هتكمل وهتكون يعني اللي هو هتحاول تمام. في ناس اكيد هتحس وخلاص. انا كميه ناس مثلا كانوا معانا في الورش انا وانت اللي عارفينهم واتجوزوا مثلا وما فكروش تاني في الموضوع and they're happy. مش ما هو that's the thing. انت بتختار انت سعادتك ايه. وممكن تكون بتسعى في التمثيل بس ربنا هي تورته يعني. بحس ان هي عمرها ما تبقى كامله. ربنا مثلا انت بتسعى في التمثيل بس هو بيديك في حاجه تانية، في اصحابك، في اهلك، في عامه. ال 24 قيراط. انا بحس كده على فكره. يعني ساعات لما ما كانتش الدنيا ماشيه قوي في تمثيل بس الحمد لله تاني ربنا. وده مش انا I think ربنا كان بيديني مثلا حاجات تجيب لي فلوس او مش through التمثيل بس through ان انا ممثله في السوشيال ميديا مثلا. بالظبط. اوكي. ايوه فاكر برضو مره تانية تقول لي صراحه انا بقالي سنه ولا مش فاكر، كان في سنه كده ولا سنتين الشغل واقف وقت الكورونا انت كنت بتقولي. أيوة. فتقولي بص انا لا يعني الشغل مش جاي، يعني التمثيل مش جاي دلوقتي، فالحمد لله ربنا فتح عليا في حاجات تانية سوشيال ميديا فنشتغل بقى. ايوه ما هو احنا كمان ادم انت عايز ايه؟ عايز تبقى عندك فلوس واكيد تعمل حاجه تخليك فيها شغف. يعني انا مثلا المزيكا انا عملت اغنيه لغايه دلوقتي اكيد ما اخدتش منها فلوس بس انا مبسوطه وفخوره بنفسي ان انا عملت حاجه انا كنت عايزه اعملها. يعني سواء بقى كل واحد رايه ايه. مثلا ممكن حد مثلا تعجبه الاغنيه، ممكن حد ما تعجبوش، بس انا بالنسبه لي لما تشوف الاغنيه هتحس انه والله في effort في الميوزك فيديو. عشان انا كنت عايزه ان احنا كبنات بحس ان احنا مظلومين في حته البرودكشن عن الولاد بيتعمل لهم برودكشن. مفيش بقى زي زمان طبعا اللي هو نانسي وهيفا ومريم فايز كان عندهم بيج برودكشن. يعني هاوس عمل لهم بقى لالي في الفيديو. فهنا انا كنت عايزه حاجه تبقى شكلها انترناشونال او شكلها ممكن تشوفها في بلد تانية ونليفل اب شويه البرودكشن في مصر للبنات. ده اللي انا كنت عايزه اعمله. الفيديو ما فيهوش فزلكه، ما فيهوش اي حاجه خالص للاغنيه. والاغنيه حتى يعني بجد اسمها مش جايه، هي مش حاجه عميقه فاهم. هي it's not deep. الريجيتون it's not meant to be deep. مزيكا بتخليك مبسوط وبترقصك and that's basically it. وانا I love this culture وبحس لما انت بتحب حاجه بتعملها من قلبك بالظبط. فانا حسيت اوكي انا familiar بالكالتشر دي وعايزه اخليها بتويست مصري. اوكي. وعايزه اعمل فيديو احس ان انا فخوره ان انا عرفت اعمله لنفسي، ان انا ما كانش عندي برودكشن، ما عنديش حد يعمل لي حاجه، ما عنديش مانجر اصلا. ما عنديش حاجه بس مبسوطه ان انا عرفت اعمل ده لنفسي. متهيألي انت عملتي كولابريشنز كده مع ناس، يعني ناس كتيره وسافرتوا ورحتوا صورتوا بره عشان ارخص من هنا. ما تهزريش. انا ما سافرتش عشان انا عايزه اسافر. انا سافرتش كل ما اتكلم مع حد يقول لي مش عارفه كام ويضربوا ارقام. فاللي هو ليه واحد صاحبي عنده كاميرا الو ها انت فاضي امتى؟ فاضي اليومين دول انا جايه. كانت كده. ورحت انت وبسطامي المخرج؟ رحت انا بسطامي اصلا ما كانش جاي. انا كلمته لقيته بيبعت لي مسج اي ميس يو. انت في طرق ثانيه واحده انا اكلمك حالا. هو انت معاك فيزا؟ قال لي. قلت له يلا احنا مسافرين بعد بكره دن. اوكي. كانت كده. كان كده. وكان عندي اصلا ترافل ايجنسي ممكن تساعدني وهم فجاه كده ايه تسرسبوا وسحبوا ايديهم. اوكي. فانا اللي دفعت كل حاجه. انتاج ملك يعني ملوكه. بس اكشلي يعني لا يعني كبرودكشن فاليو لا انا اعتبر ما دفعتش اي حاجه يعني ولا حاجه. في ناس اوكي بالنسبه للفيديو ميوزك فيديو يعني في ناس فاكره جايبه درون ايه. هو هنا كان في جبل كده طلعت الكاميرا تصور الدنيا جميله جدا بجد.
ايوه انت كنت عامله كذا ريل كده على السوشيال ميديا وبتاع، بتحكي للناس الرحله عامله ازاي اصلا، واللي هو مش فاكر بقى قاعده على صخره والفستان هيتبل ومش عارف لا لا في واحده كانت اسمه ايه كاياك تقريبا، يعني بورد كده اللي هي بتبقى بتدخل بيها البحر، فواحده قلت لها معلش بس ممكن تاخديني معاكي لغايه الصخره دي الفستان، والناس بقى احنا قاعدين 10 الصبح فاكره مش هيكون في حد، احنا 10 الصبح على البحر المصري مفيش حد بره بقى، هم صاحيين من نجمه ينزلوا البحر كلهم بقى ماسكين موبايلات فاكرني شاكيرا بيصوروني. الموضوع كان موتر جدا، وعايزين تلحقوا طبعا تصوروا الشمس. صورت في يوم ايوه بنجري بقى، احنا عمالين بنجري من لوكيشن للوكيشن. اوكي طيب ملوكة، كل واحد فينا كده بشوف حياته زي فيلم. اوكي واحنا والفيلم دايما بيبقى فيه البطل بيحصل له زي في ماستر سين، الماستر سين ده بيغير مسار البطل 180 درجة. ايه الماستر سين اللي في حياة ملك وغير حياتك ازاي؟ غير حياتي ازاي؟ ممكن بص حاساها حاجه دراماتيك قوي يعني. ايه الدراماتيك؟ بس هي وفاه جدي. هي كانت الماستر سين فعلا اللي هو من بعديها I'm not the same definitely. هي دي كانت انا عارف ان انت وجدك كنتوا قريبين جدا قوي قوي قوي، كان بيمثل لك كده في دور كبير ايوه يعني لا يعني انا كمان شخص بحب اكون ان كنترول دايما. دي كانت اول حاجه تحصل خبطتني في وشي، اللي هو دي حاجه انا مش هقدر اتصرف فيها وهو ده هو امر واقع، ده اللي حصل. فده غيرني قوي، كسرني قوي قوي قوي، وبعد كده غيرني completely. غيرك ازاي؟ يعني ازاي؟ انا لا ضيعت وقت كتير قوي في زعل وديبريشن، وانا عامه شخص انت عارف اللي هو ليا غطاساتي كده ساعات مش ببقى قادره اصحى الصبح وافيس الدنيا، وباخد وقت ببقى لو انرجي قوي، مش دايما ببقى قادره اعمل شغلي، حتى لو ورايا شغل ساعات ببقى ما عنديش الموتيفيشن ده. فبقيت عارفه اتعامل مع ده شويه، وازاي زي ما احنا قلنا مثلا يحصل حاجات في الشغل مثلا اللي هو في العادي كنت انهار بقى ونكتئب وكده، دلوقتي بقيت لا ده بيخليني اصلا عندي درايف اكتر انه لا هكمل عادي هوصل. بس فكرة لما بتسيب كل حاجة على ربنا اللي هو على الله دي بقت تفرق قوي. اللي هو ربنا، انا ساعات لما يعني بتكلم بقول له انا مش عارفة اعمل ايه، فانا I just trust you fully في كل حاجة انت عايزها تحصل امتى انا تمام. ما بقيتش بقى زمان كنت ببقى متحكمة قوي فانا عايزة ده يحصل ده. لا انا ما اعرفش حاجة، انا سايباها كده، انا بعمل الشغل اللي عليا والباقي على ربنا. بقيت ماشية كده اكتر. اوكي حلو طيب لو في ذكرى كده عايزة تفتكريها وتعيشيها تاني من طفولتك هتبقى ايه؟ من طفولتي I think عيد ميلاداتي كلها مع اهلي لما جدي كان موجود، والتورته كل مره دي بحبها قوي كل سنه. نفس الشوكولاته، نفس يعني تورته الشوكولاته هي بنجيبها بنفس كل حاجه، بلحظه فتح الهدايا بحبها قوي. فتح الهدايا اي مع ان انا عارفه هتبقى ايه برضو. انت المخترعه غالبا. لا هم كتب تانتا، هم كانوا عايزيني يعني اكون مثقفه وبقرا وكده. انا عندي الكولكشن كلها بتاعت تانتا. اني اقرا كتاب مفيش، بس انا بحب اجمعها عندي، وبحب ان انا كل عيد ميلاد بيجي لي كتاب منهم. اوكي بس ولغايه دلوقتي عندي. اوكي طب هقول لك هخيرك ما بين خيارين. لو تختاري ان انت تعيشي تجربه حلوه في حياتك او تشيلي تجربه وحشه قوي في حياتك، تختاري ايه؟ ثانيه قصدك حاجه تتعاد تاني؟ تعيشيها تاني. اوكي. موقف او ذكرى معينه كانت حلوه فعايزه تعيشيها تاني، او موقف وحش قوي مريتي بيه وعايزه تمحيه من الذاكره اكنه ما حصلش. اوكي. ما اللوجيك بيقول اني اقول لك مثلا امحي ان جدي توفى. اوكي. بس لو ده حصل مش هكون نفس الشخص دلوقتي. اوكي. لانه فرق معايا قوي. فانا هي سؤال شرير قوي لانه اكيد انا عايزه امسح ده، بس في نفس الوقت ده فرق في شخصيتي قوي. اوكي. how I see things اختلف. وفي نفس الوقت مش عايزه اعيد ميموري معينه. انا حاسه ان انا بحب دايما يبقى في ميموريز جديده، بحب احس حاجات جديده دايما، بحس بتبسط انا بعيش على اللحظات دي اللي هو حاجات جنون حقيقيه بعيشها وادفنتشرز جديده. بحب قوي الحاجات دي، مش عايزه ريبيت حاجه it's boring. اوكي. فمش عايزه ولا اكشلي مش عايزه امسح حاجه ومش عايزه اعيد حاجه تانية، بس عايزه اعيش حاجات كتير.
اوكي ممكن اقول كده؟ ممكن طبعا. أوكي. طيب نرجع بقى للتمثيل ورحله التمثيل بعد الطوفان. احنا عملنا مسلسلات كتير قوي وافلام وحاجات مختلفه، احلام سعيده ورحله 404 والخ الخ. ايه اكتر دور كنتي مبسوطه قوي وانتي بتعمليه؟ واكتر دور برضو ممكن رد فعل الناس بسطك قوي؟ اوكي هقول لك، ما هو رد فعل الناس دي ممكن تبقى دور انا كنت حاسه عادي بس المسلسل اتشاف قوي مثلا. او هقول لك ان فيلم 404 انا دوري هو اصلا كل الادوار كانت هي منى وبتقابل ناس بالظبط، فهو الدور literally يعني مش بطوله خالص، ده هم 4 مشاهد بس انا بحب منى قوي، فده فاكت انا مثلت معاها ده كان عندي حاجه اللي هو on my bucket list. اوكي. وبعدين دور مختلف قوي عنك ان انت طالعه البنت المحجبه بمايول شرعي ومش عارف. فده كان لذيذ قوي فعلا. بس انا بحب في مسلسل بتاع حنان مطوع كان مش رمضان اللي فات I think اللي قبله، اسمه وجوه. الدور كنت بحبه قوي عشان انا كنت حاسه فيه قوي، وحنان مطوع ممثله فظيعه و كنت طالعه اختها كنت طالعه اختها وانا زي ما انت عارف ما عنديش اخوات. فانا فاكره كان في مشهد انا بمثله معاها ومفروض ان هي بتقولي انها حامل، انا ما اعرفش ليه هي لما قالت لي انا عيطت. ايه اللي حصل انا مش عارفه بس حسيتها قوي. فانا بحب التمثيل عشان الحاجات دي اللي هو انا ما توقعتش مش المفروض اصلا اعيط في المشهد ده، بس قد ايه كنت حاسه انه هي بتقولي انها حامل ومش عايزاني اقول لبابايا، فانا من كتر فرحتي اللي هو انت ليه مش عايزانا نفرح بيكي، فدمعت. وبعد المشهد لما قالوا كات عيطت قوي. اوكي. فانا بحب قوي الحاجات دي في التمثيل، فالدور ده مهم عندي عشان حبيت ان انا حسيت احساس انا مش عندي في الحقيقه. اوكي. طيب انت دلوقتي بتمثلي وبتكتشفي نفسك في الغنى. اوكي. انا عارف ان انت كده الغنى كان حاجه والرقص موجودين معاكي كده. انا كنت عايزه اعمل الغنى ده من زمان بس ناس كتيره كانت عارفاني بيقولوا لي لا انتوا مين انتوا تقولي لا انتوا تدخلوا في حياتي. انا بقى لما تخلصت من النوع ده ان افضل اسمع كلام الناس واصل لا ولازم تركزي في حاجه واحده اصل هتلخبطي. مين الناس اللي هلخبطها؟ هو انا بعمل كده ليه؟ مش عشان انا اتبسط؟ خلاص هي حياتي انا ولا حياتكم. فلما بطلت بقى مذبذبه من كلام الناس اللي رايح جاي ده وبقيت واقفه على solid ground وبقيت confident ومش confident بس اللي هو عارفه انا عايزه اعمل ايه بالظبط. اوكي. طلع I think في الوقت المناسب بالشكل اللي انا عايزاه. it's so liberating. حاسه انا ليه كل ده كنت مقيده وقارفه نفسي بكلام ناس مش قصدي حاجه ولا هم فرقني في حياتي ولا هم اصلا يعني مش كل حد قال حاجه معناه انه بيفهمها. والله كل واحد ينفع نفسه لان مش شرط اللي يمشي عليك يمشي عليا. دي حقيقه. وبعدين في امثله كتيره قوي ناس بره. اكتر حد انا بموت فيه جاريد لاتو. هو جاريد لاتو شخص مش ناجح مش بيغني وبيمثل وبيخرج. نروح بقى نقول له يبطل غنى. لا على كده بقى خلاص. فاهم قصدي؟ فاهم قصدك. لا هو عادي ان الممثل يبقى بيعرف يعمل يعني او يعني الفنان بيعرف يعمل كذا حاجه، فممكن يبقى بيمثل بيغني بيرقص، بس دايما بحس بيبقى في حاجه واحده هو اللي بيلمع فيها والحاجات التانية بيعملها عشان يرضي الباشن بتاعه والشغف بتاعه. بالظبط. ما انا بعمل اللي هو انا بالظبط انا جايه اعمل اللي بيبسطني. طول ما انا عارفه اصرف على نفسي وخلاص ده انا يعني مأمناه لنفسي. الحاجات التانية بعملها عشان انا مبسوطه ان انا بعملها ولا مستنيه منها ان الناس تقولي برافو ولا مستنيه منها انه حد يديني فاليديشن. انا بس بعملها عشان انا مبسوطه. وزي ما انت قلت في حاجه واحده منهم بتلمع انا لسه ما اعرفش اديني ماشيه في كل الطرق اللي انا بحبها we never know ممكن نوصل لايه بالظبط. بتحلمي بايه طيب يا ملوكه؟ بحلم بايه؟ طب خليك more specific بعدين. يعني بتحلمي بايه من ناحيه شغل وبتحلمي ايه من ناحيه انت كملوكه الانسان؟ اوكي. احلامي كانسانه بسيطه قوي ان انا مش بسيطه يعني actually صعبه ان انا عايزه اكون سعيده عامه. اوكي. يعني مش فرق بقى ده اتحقق في شغل ولا في جواز ولا في ايه. اوكي. لانه زي ما قلت لك انا سايباها على ربنا. النصيب كل واحد نصيبه بيجي له لغايه عنده. ممكن انا زمان كنت وانا في المدرسه اقول انا عايزه اتجوز واخلف مروان ومليكه مثلا تمام. اوكي. دلوقتي سبيسيفيك جدا قوي انا عندي اسامي معينه عايزه دلوقتي لا انا مش عرفني ايه اللي احسن لي.
بتشوف مثلا امهات يعني بتبقى مثلا بتقول انا مش عايزه كنت اخلف، ودي جمله مرعبه بالنسبه لي. عمري ما عايزه اكون ام واقول لا انا يا ريتني ما كنت خلفت. فانا حاسه كل حاجه ووقتها زي ما تيجي. اوكي فاهم قصدي؟ فاهم قصدي. فدلوقتي احلامي ممكن تبقى في ان انا حاليا يعني بسافر وبشوف كالتشرز جديده وبشوف دنيا. احب قوي اشوف بني ادمين مختلفه وبيفكروا ازاي وكده واسرح معاهم. بحب قوي ده. اوكي. او ان انا مثلا اقابل ناس ممكن عمري ما اقابلها تاني في حياتي، بس تبقى genuine connections. اوكي. ناس ساعدتني في حاجه وانا مسافره باكسبيرينس ده قوي اكتر. بحس وانا هنا ما عنديش اللوكجري دي قوي. اوكي. فاهم ان انت قصدي؟ هنا الناس عارفاها او هم نفس الناس قصدك ولا مثلا او مفيش الحته بتاعت يلا نبقى اصحاب، مفيش ده. بس وانت برا... مسافر بتعمل اصحاب، لان انت ممكن انا كسولو ترافلر بعمل ممكن اصحاب حاطيني في اي حته هعمل اصحاب. مش دايما كل البلاد اللي بروحها ببقى عندي اصحاب فيها. بس فدي مثلا حاجه دي حاجه بتبسطني. اوكي. ممكن السعاده بقى بتختلف باشكال مختلفه. كل ما هي حقيقيه بتبسطني، سواء بقى ايه هي مش فارقه، المهم انها حاجات حقيقيه. فده اللي انا بحلم بيه، ان انا دايما اكون truthful وبعيش حاجات genuine ولذيذه. اوكي. ويا رب ما يجي لي اليوم اللي انا ما كنتش حاسه حاجه خالص ده. يعني أوكي. يا رب بجد مش قصدي والله، بس يعني مش عايزه اعيش في يعني فتره في حياتي ان انا احس ان انا امنم واندفرنت لكل حاجه. اوكي. اللي هو متبنجه كده شويه. ما بحبوش ده. في ناس بتخاف مثلا تتوجع، لا انا ما بخافش اتوجع. يا ريت اتوجع بس اتليست احس حاجه، عن ان انا اكون كده خايفه دايما فمش عايشه بيزيكلي، يعني قاعده اللي هو ميته يعني. اوكي. في شغلي عايزه يا سيدي، اصل هقول لك I wanna be phenomenal هاي. عايزه اكون مختلفه، اللي هو لما تشوفني تحس ايه ده، في اختلاف. الاختلاف حاجه حلوه، مش شرط يعني، ممكن تبقى حاجه نيجاتيف وحاجه حلوه. بس انا بالنسبه لي ارت عامه نسبي، كل واحد بيشوفه بشكل. اوكي. بس اتليست تشوف انه في عينيا مثلا الشخص ده بيحس، او الشخص ده بيبسطني، سواء بالمزيكا مثلا. اوكي. فاهم قصدي؟ فاهم قصدك. بس طيب ملوكة، لو كده انت شايفه نفسك بتشوفي العيله عامه عامله ازاي، والامومه وفكره الجواز انا صدقني احنا نتكلم على الحاجات دي. ما احنا ده يعني ايه اللي وصلنا لكده؟ ما انت جبتي سيره الامهات اللي بتقول يا ريتني ما خلفت، فقلت أيوة. اشوف الموضوع ده. اوكي ماشي. بتشوفي الامومه تشوفي نفسك ام اصلا ولا لا؟ بشوف نفسي ام، بس هقول لك يعني لو انا بحب حد هحس ان انا عايزه اخلف. بس لو انا حاسه ان انا عايزه اخلف اللي هو ده تارجت، بحس انه هختار شخص غلط. فهي حاجه بتيجي بعديها حاجه. اوكي. عايزه افايند لاف، لما الاقي بقى الشخص ده هحس ان انا عايزه اخلف منه. اوكي. فاحنا عايزين الشخص بالظبط. هي انا بقول لك بتبقى ستيبس. اوكي. طيب لو انت لقيتي الشخص وكونتي عيله، هتاخدي ايه من اللي اهلك ربوكي فيه بطريقه معينه؟ تاخدي ايه منهم؟ حاجات انت حبيتيها وعايزه تكملي بيها. اوكي. وايه حاجات اللي مش هتاخديها من مامتك وباباكي؟ اوكي هقول لك. هكون قريبه قوي من عيالي وبنحكي كل حاجه زي ما انا بحكي مع اهلي. انا اهلي البيست فريندز بتوعي، يعني مفيش حاجه بعملها في حياتي مش بحكيها لمامتي وبابايا ابدا. لا يعني الموضوع، في ناس ممكن تحس لو انت ازاي بتحكي كل حاجه لاهلك، عشان هم معوديني ان هو اتس ا سيف بليس. اوكي. بنحكي بالعكس، هم بيبقوا مطمنين. لو هم لازم يبقوا عارفين انا فين ومين اصحابي ومين لازم. لو انا مش هحكي لاهلي هحكي لمين؟ هم الاهل اكتر ناس تبقى قلبهم عليا. صاحبك ممكن مثلا على فكره يقول لك كذا عشان هو عايزك مثلا تبقى في خروجه تانية معاه، مش عارف اي حاجه او زيه او اي. فاهلي بالعكس بحس انه عندنا علاقه صداقه قويه قوي. فدي حاجه انا عايزاها تكون مع ان شاء الله عيالي. ايوه. والحاجه اللي انا مش عايزاها مع مروان ومليكه. شكرا انك فاكر. بس انا غيرت الاسامي دي كانت زمان. اوكي. دي كانت دلوقتي يوسف ما فكرتش بقى ما فكرتش. الحاجه اللي انا مش عايزاها، بس اكشلي اهلي بجد اتطوروا قوي فيها. وكنت لسه بقول لمامي بابي بجد شكرا ان انتوا انا مبسوطه. لا كنت جمله كده بالظبط، قلت لهم انا مبسوطه ان انا علمتكم حاجه، ان انتوا يعني بقيتوا تعملوها. لان ساعات بيقول لك عمرك ما هينفع تغير اهلك. اوكي. بس لما بتعود الناس على حاجه ساعات باي تايم بعد كام سنه بتحصل. يعني انا مثلا دايما بقول لمامي I love you، فتقول لي love you. لا بقول لك I love you ليه؟ يعني مثلا ساعات بتحس ان الاهل ما عندهمش حته هم يقولوا انا بحبك او I love you، بتبقى تقيله.
اوكي مش متعودين قوي ان هم actually يقولوا حب او فاهم بس قصدي. يمكن بيوروها بطريقه تانية بالظبط بحضن ان مامتي تعمل لي اكل مثلا. اوكي مفهوم. بس قصدي انا بحب قوي نقول I love you. فلقيت من قريب مامي بتقول لي بحبك او هنكت كده اللي هو ايه ده، هي من نفسها قالتها وقالتها من قلبها قوي. بوبي برضو لقيته كان بعت لي مسج فكتب لي love you مش عارفه ايه حسيت ايه ده، شكرا قوي ان من كتر انا بقول لهم كده هم كمان بقوا يقولوها. اوكي. او مثلا الحضن الناس بتستهون قوي بيه، بس مهم قوي انه تحضن اهلك، مش ان احنا دايما نبقى قاعدين كده وبنرغي وخلاص. tough love ده لذيذ طبعا ساعات، بس لا انا بحب قوي اشو انه مشاعري. اوكي. فبتحبي الحضن. فبقوا فبابي مثلا زي ما مثلا يحضني قوي، ومامي برضو بقت كده more expressive. فانت يمكن انت عارفه الحب بالنسبه بينه في 5 languages of love. فانت يمكن physical لا انا عندي كلهم. عايزه كل حاجه، لازم تقولي لازم لازم تعملي كل حاجه. طب لازم تجيب لي هدايا. بعد اذنك بحب كلهم والله. اي بس ساعات في حاجات بتبقى اعلى من حاجات، ما كلنا بنحب كلهم متهيألي. ايوه. لا في ناس مثلا فرق لها ان حد يقعد يقول لهم اللي هو انتي فله انتي بطه انتي كده. لا يعني حلو طبعا ده، بس انا مهم عندي انه act of service مثلا. اوكي. لو حد يعمل لك حاجه جدعانه يعمل لي حاجه بالظبط كده. اوكي. دي جدعانه بتشوفيها حاجه مهمه قوي قوي. مش هنقف جنب بعض يبقى نعمل ايه؟ والله مهمه. انت مش حاسس انها لا مهمه جدا. لا مهمه جدا بالعكس. لا معاكي، مش معترض. اوكي. طيب مندوكا عايزك كده تتخيلي معايا عيد ميلادك ال60. لا انا عيد ميلادي ده كنت بنهار ان انا حاسه اني بكبر، فانت هتقولي 60 كمان. بتخافي من السن؟ بخاف. ليه بقى؟ بخاف لاني يعني نفسيا وشكلا وكده يعني. لا هقول لك عقلي من وجهة نظري لا هيزبونا كبير خلاص. بس شكلا وكده لا انا ايه ده، مش حاسه اني بكبر. حتى the way I dress, the way I behave, the way I talk، لا مش حاسه ان انا لا عايزه تفضلي في العشرينات. مش عايزه اتكلم في الموضوع. ممكن تقلب الموضوع. طيب نتخيل مع بعض الميدك 60 وانت لسه بشكلك ماشي وبشغفك ومع اهلك واصحابك اللي بتحبيهم ومليكه اوكي كل دول اللي حواليكي ومعاكي. اوكي. وهتكتبي نفس الجواب دلوقتي وهتفتحيه وانت عندك 60 سنه. تتمني لنفسك ايه؟ لا اقول لنفسي حاجه like advice يعني. could be anything. هقول يعني ممكن تبقي تتمني لنفسك حاجه، ممكن تبقي بتقولي كلام لملك وهي عندها 60 سنه. هقول بس حاجه دي كنت بفكر فيها النهارده actually. بطلي تضيعي وقت. اوكي. يعني ما تضيعيش وقت في نوم او كسل. live او do the work او كده. اشتغل لان الوقت بيعدي كده بجد كده. واحنا للاسف وقتنا عندك كده. لا ليه؟ انا كنت حاسه عندي رغي اكتر. عايزه تقولي ايه طيب؟ مش عارفه انت عايز تسالني حاجه؟ لا يعني للاسف الوقت خلص. طب هقول لك حاجه دي ممكن نزودها عشان انا حاسه ان فيها كتير قوي حضرتك لازم تمنتجها، لاني اتكلمت براحتي قوي كنت بتكلم معاك بس مش يعني لا مش بنحب انا قلت لك اعمل لكم المنتج قوي المنتج خالص. انا كان الموضوع ده بعد الحلقه اللي هروح في داهيه. بس عايزه اقول لك حاجه. في حاجه مثلا مؤخرا لاحظتها. انا كنت سافرت لندن عشان اشوف كونسرت لحد انا بحبه موت. اوكي. خلاص انا سافرت يوم 4 كونسرت كان يوم 4 ما كنتش جايبه التيكتس. انا قلت خلاص انا هروح وهنتصرف بقى. اوكي جبت او عشان ما كنتش عارفه من وسط طبعا الكارت بتاعنا العظيم مش ساعات مش بيشتغل على some of the websites. اوكي. فالمهم رحت جبتها last minute عشان عايزه اصف اول. انا مش جايه all the way عشان اقف. لا انا عايزه have the full experience بعد اذنك. المهم رحت وكده اهو. كان الكونسرت بتاعت مين؟ مش هقول عشان هنقول معلومات عنه. فانا مش بص لو هننم مش بنقول اسامي معروفه. اوكي خلاص ماشي. المهم بقى ايه living my best life بقى كونسرت وكده. الناس كلها كانت كرهاني ان انا طلعت قدام مصريه بقى، فعماله ازق في الناس عشان اطلع قدام. هم بقى لهم 4 ساعات قاعدين عشان يقفوا في المكان ده، فكل حد حواليا كارهني. فاهم؟ انا حاسه عارف لما تحس الناس عينيها بتقتلني بيطعنوني في قلبي. ولا هممني انا ولا هممني. انتوا ايه؟ انتوا مش حاسين بيا؟ انا جايه طياره وجايه شعبطه.
بس فانا بقى مسافره ومبسوطه والكونسرت واز اميزنج. سكند داي كنت قاعده في مكان والله العظيم صاحبتي بتقول لي is this فلان اللي انا بفكر. لا يا جماعه عايزين نعرف مين فلان ده حالا. لا انا مش بهزر. الشخص ده كان بيمثل لي كتير قوي. اوكي. وبعدين لقيته بيشقط على الترابيزه اللي جنبي بنتين عاديين موت. فانا بقى بالنسبه لي في اللحظه حسيت ايه ده بني ادم طبيعي جدا. يعني انا كنت متخيله ان انا اشوف شخص احس انا عايزه اتصور معاه. اوكي. بس انا حاسه انه البني ادمين بجد هو بني ادم طبيعي فاهم. انا بتعشى وهو وات ايفر بقى يعني بيشوف حاله. بيشوف حاله بس انا مالي يعني سيب ده اساعد. بس قصدي ما حسيتش وقتها انه ايه ده انا عايزه اتصور مع الشخص اللي انا بموت فيه ده. بيقول لك بقى عمرك ما تميت الايدلز بتوعك حقيقي. حسيت فعلا عشان خلاص اللي حسيت عادي قوي لو انا قاعده في المكان اتبسطت قوي ان انا شفتك. هي صدفه لذيذه قوي بس خلاص. اوكي. مش عايزه اقول له قد ايه هو ملهم بالنسبه لي. خلاص الالهام راح. السبارك او اللمعه بتاعته دي أيوة. اتطفت فجاه. ايوه احنا بنفخم قوي في السيلبرتي عامه. وبعدين في الحقيقه بتحس he's just a normal person. في الاول وفي الاخر انسان بني ادم. ايوه يعني قصدي لما تشيلي كل الحاجات الاضواء والحاجات دي هو في الاول وفي الاخر بني ادم عادي موت. ديسبريت زينا كلنا. تلاقيه بيعيط كل يوم بالليل قبل ما ينام. فاهم قصدي؟ اي. فده كان بالنسبه لي انا ما عنديش هوا السيلبرتيز عامه. بس في ناس معينه بتبقى اللي هو انت بتموتي فيهم فانت ايوه بيمثلوا لك حاجه او اثروا فيك بشكل او بيلهموك بشكل فنيا. بس ففهمت بقى ليه ساعات انت مثلا هقول لك لما بتشوف مثلا ممثل خارج تحس ايه ده خارج ومش عارف ايه مع انه هو عادي ما طبيعي يخرج. عشان قبل كده انا مثلا كنت خارجه وحد قال لي ايه ده انا مش هقول لحد اني شفتك هنا. ليه انا مسافره في بلد بخرج في المكان زيك. فانا حتى رديت كده ايه المشكله. فانا لما شفت بقى الشخص اللي انا بالنسبه لي حسيت اوكي انا فاهمه ليه بيبقى عندنا ده. وفي ثانيه بتحس انا بس بني ادم طبيعي بالظبط. بس خلاص. تفتكري طيب ان هو بني ادم طبيعي؟ بحس السيلبرتيز عامه في وقت كده بيجي لهم ان هم بيختفوا عشان كل ما بيختفوا كل ما انت مش ابروتشبل للناس والناس مش بتشوفك كتير كل ما انت بتبقى اللمعه دي والفخامه دي موجوده. فيمكن عشان كده بيعملوا كده انه ايه بيختفوا يعني ان في ناس بتختفي تختار ان هي بتختفي ما تبقاش موجوده في انترفيوز كتيره في حفلات كتيره في ايفنتس كتيره تبقى اللي هو فاهمه هي الناس لما الناس تشوفها بصعوبه يعني شوفتهم عزيزه. ده كان زمان قوي. دلوقتي لو انت مش بتشوفها على السوشيال ميديا خلاص you don't care like you don't care anymore. لو انت الناس عايز تعرف انت بتعمل ايه قوي السوشيال ميديا بتعامله ده قوي. زمان كان اللي هو لا الهضبه مثلا هقول لك مثلا ما بيظهرش خالص فانت بالنسبه لك لما تشوفه ده ايه ده. دلوقتي he's everywhere عشان دلوقتي الناس بقت عايزه تشوف الناس اللي بتحبها دايما عايزه اعرف هم بيعملوا ايه. السوشيال ميديا عملت ده. يعني نختلف او نتفق بس هو definitely الاختفاء حلو لسلامك انت بقى بنفسك كبني ادم. عشان السوشيال ميديا انكزايتي موت. هتفضل دايما you're posting دايما you're مش عارفه ليه. انتي بتتعاملي مع السوشيال ميديا ازاي طيب؟ انا بتتعبني قوي نفسيا. عندي طبعا اكيد انستجرام وبستعمله جدا بس بحاول مثلا وانا مسافره لا اسويتش اوف كل حاجه. عايزه اكون في المومنت قوي. مش فارق لي حد يعرف انا بعمل ايه. مش فارق لي اثبت انا فين اثبت حاله ليه. حاسه ان احنا بقى عندنا ده قوي. يعني الناس في الساحل كلها لازم نروح اماكن معينه ونخرج في حتت معينه عشان نثبت حاجه معينه واحنا اصلا ما حلتناش اللضا. ليه ليه محتاجه اثبت حاجه لحد؟ ليه محتاجين الفاليديشن ده يمكن ومعظم الناس بحس ان معظم الناس ما بقتش عارفه تكون نفسها. بيخافوا قوي يكونوا نفسهم انك تكون حقيقتك. اوكي بس بتخاف تخافي تكوني حقيقتك. انا ما بخافش خالص. انا بس بقول ان في ناس بتخاف. لا بالعكس انا ما بخافش خالص. مش عايزه اثبت حاجه ولا انا اصلا بحب حاجات لما مثلا تقول لي what's your ideal مثلا خروجه ندرايف ثرو حته. طبعا زمان ما قبل المقاطعه كان ماكدونالدز. دلوقتي كده نلاقي حاجات تانية بس اللي هو احلى خروجه بالنسبه لي مثلا انا وصاحبتي ونقعد نكروز ونتكلم ونرغي. ده لذيذ. مش لازم اروح اغلى مكان في الدنيا عشان اكون مبسوطه. مش فارق لي. اوكي حلو. it's nice but not the goal. ومش عايز. وحتى لما اروح الاماكن دي مش بكون بقى عايزه اصورها عشان اثبت اني هناك. انا عارفه اني رحت. فاهم. بس حلو. ايه خلاص وقتنا خلص. طيب باي.
للاسف يا ملوكه وقتنا خلص. لا والله يا حبيبي انا اتبسطت قوي معاك والله نورتيني في شقه 11. حاسه اني هلطم شويه. ليه؟ حاسه اني قلت كلام ما كانش المفروض اقوله. لا والله لا حاسة كده. لا لا انت دايما بتحسي كده بس لا 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 انا عارفه اني دايما بعمل كده. ما بالظبط. انا عارفه اني دايما بقول كلام مش المفروض أقوله. يا لهوي. لا 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 ما قلت كلام عادي جدا. شكرا قوي. نورتيني. ده نورك. خلاص اقفل. هقفل حاضر. الله اديني فرصه اقفل. الله. طب يا جماعه بدل وصلتوا لاخر البودكاست يبقى اكيد البودكاست عجبكم. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب على يوتيوب شقه 11. كمان تقدروا تعملوا لنا لايك وشير وفولو على انستجرام وتيك توك وفيسبوك. كمان تقدروا تسمعونا على كل المنصات الصوتيه زي سبوتيفاي وانغامي وجوجل بودكاست وابل ميوزك. نشوفكم في حلقه جديده يا جماعه من بودكاست شقه 11. باي باي.